جين نط من أعلى المبنى عشان يمسك بنيدي بنفسه، وأما نزل لقى قدامه دراجة نارية وقرر إن دي هي اللي هتساعده في المهمة. أنا بعتذر لصاحب الدراجة لكن لازم أستعيرها لوهلة. وقتها يون كانت بتخرج كل الموجودين بره وقالت لهم يخلوا المكان بسرعة لحسن وحوش تانية تظهر. وهي بتأمن على الناس كده سمعت صوت دراجة وراها. جين أيها المعتوهة كنت فين من بدري؟ وفي اللحظة دي جين رمى لها حاجة قال لها إن ده سيف المانع وإنه واثق إنها هتعرف تستعمله كويس. واللي مش فاكر سيف المانع ده هو السلاح اللي أخده بعد هزيمة سيريوس. وقوة سيف المانع بتعتمد بشكل كامل على قدرة مستعمله، فهو بيعتمد على حجم كمية المانع اللي الشخص بيمتلكها، واللي معناه إن يون هي الشخص الأمثل للسلاح ده. وقتها سألت جين عن وجهته التالية، ما رضاش يقول لها تفاصيل وقال لها بس إنه سايب المكان ده تحت حمايتها. قعدت تنده عليه لكنه انطلق بسرعة بدون أن ينظر إلى الخلف وحدد مكان نيدي باستعمال قدرته البصرية. ما عداش كتير ولحق العربية وصدموا بالدراجة من غير أي تردد. وبعد ما العربية اتقلبت في الهواء وقعت على ظهرها في الأرض، فخرج والانزعاج كان باين عليه. وبعد ما جين قرب منه قال له إيه رأيك لو نبدأ نتكلم دلوقتي؟ وقتها جين لاحظ حاجة جاية ناحيته بسرعة وفجأة حصل انفجار مكان ما كان نيدي واقف. وبنعرف إن تشيو من منظمة الحرباء هو الشخص اللي تسبب في الدمار، وهجومه ده كان كفيل بالقضاء على نيدي. وأنا أقول الأمر أخذ مني مدة طويلة. الظاهر إن حشرة كانت معترضة طريقي. حضور تشيو ما كانش مطمن لجين وأدرك إن كده الوضع بقى سيء. وفي اللحظة دي اتفاجئ لأن تشيو شايل رشيل على كتفه. بات الوضع سيئا فعلا. استعمل بسرعة طاقة الأسير وسحب الحقيبة اللي فيها الكريستالة البيضاء. ضع ذلك أرضا بينما أحادثك بلطف. وجين طلب منه يسيب رشيلي الأول. أنت تقصد البنت؟ أنا جبتها معايا لأنها كانت بتتعقب الكريستالة والظاهر كده إنها بالغة الأهمية. بين فصل لجسدها عن بعضها البعض وإطلاقك لتلك الرصاصة على الحقيبة أيهما سيكون أسرع. وجين عرفه إنه مش همه وإنه مش هيحصل على الحقيبة لو ما حطش رشيل على الأرض. شجاع زي ما شايف بعينيا وأنا بعترف بخسارتي ودلوقتي سلمني الحقيبة. جين رماها له فعلا. وبعد ما تشيو أخدها وشكره جين فكر إن تشيو مش شخص هيعرف يتعامل معاه في كل الأحوال، وإن خطته المثالية في الحصول على كريستالة كان لأجل منحها لرشيل عشان تبقى ملكة المحكمة الملكية الإنجليزية. ولكن دلوقتي مع وجود تشيو الأمر بقى مستحيل. وفكر إن بعد ما تستيقظ هيسألها إزاي تشيو مسكها. في اللحظة دي تشيو اترسمت على وشه ابتسامة وقرب من جين بسرعة جدا، بسرعة لدرجة إنه ما لاحظش حتى. ودلوقتي تشيو هيوجه له واحدة من لكماته المتفجرة، ولكن تشيو وقف وعتلته نظرات الإعجاب. انظروا لي هذا، لديه الجراءة على ألا يطرف بعينيه. وفكر إن برضه يمتلك صفة المقاتل الذي يراقب تحركات الخصم حتى النهاية، فنزل قبضته قايل له إنه مش سيء للدرجة اللي توقعها. والتفت الناحية التانية وهو مندهش من جين، وجين اللي كان باين عليه الثبات وقع على الأرض على طول بمجرد رحيله. فكر إنه كان على شفا الموت. عندما عدت لرشدي لم تستقبلني سوى قبضة بحجم وجهي متجهة نحوي، وكان زمان دلوقتي راسي مش في مكانها لو اتصرفت بشكل أخرق. مين كان يعرف إني هنجم من موقف زي ده؟ وقتها جين بدأت تفوق فقرب منها بسرعة عشان يطمن عليها. أما هي فسألتها عن اللي حصل بالظبط وعرفت منه إن الكريستالة البيضاء بقت بحوزة المجموعة اللي هجموا عليهم. وأما سألها هل كنت تتعقبيهم نفت وقالت له إنها كانت بتلحقه هو. جين الرصاصة دي ملكك مش كده؟ وبعدها قالت له إنها لقيتها وقت ما كانوا في الاختبار النهائي، وهو على طول افترض إنها أكيد لقيتها وقت ما كان بيصوب من مكان بعيد. وأما قرب إيده منها عشان ياخدها قايل لها إن ملكه، سحبت الرصاصة على طول ناحيتها وما رضتش تديها له وحطتها في جيبها وهي بتقول له إنها جت وراه بس عشان تسأله عن الرصاصة. بس الخصم كان قوي لدرجة جعلتني بلا نفع. وبعدها بكل صراحة سألته عن سبب مساعدته ليها. ممكن اللي حصل في الاختبار النصفي كان مجرد مصادفة، لكني ما قدرتش أشيل من بالي اللي حصل في الاختبار النهائي، والتفسير الوحيد اللي سكن بالي هو إنك كنت بتراقبني. سكت جين للحظة واللحظة دي كانت كفيلة تخليه يطلع بفكرة. السبب يا رشيل هو إني واحد من معجبيكي. اتفاجئت شوية أما هو فكمل وقال أنا جد في كلامي، ده حتى سجلت في مقهى المعجبين الخاص بيكي ووراها جروب فيه 10,000 معجب. وجين اتمنى إن العذر اللي طلع بيه يكون مقنع. فبالنسبة له رشيل شخصية محورية وقد تعرضت لخطر شديد، وتطور القصة يتشوه لو تأذت أو محيت من العالم. الخجل كان باين عليها. وبعدها بتلعثم سألته لو إن معنى كلامه إنه بيحبها، وطبعا ده معناه إن حجته فشلت. من غير ما نعرف اللي حصل بالضبط المشهد بياخدنا لموقع الحادثة. يو كانت قاعدة هناك ماسكة شعرها اللي اتضرب من أثر الهجوم، وحراس رشيل وراها بيندهوا عليها في قلق. ويون جت لها وسألتها لو إنها شافتهم لكنها ما كانتش عارفة بتتكلم عن مين. اللي حصل من عدة دقايق هو إن جينو من الفضاء الفسيح مزق عدد لا يحصى من الوحوش باستعمال يديه العاريتين. أما كيم سو فموهبته المذهلة كان قادر يقطع أي حاجة باستخدام سمته المعدنية اللي بتغطي أي سيف بيستخدمه، غير إنه كان قادر على تفادي الهجمات الساحقة بكل سهولة. بالإضافة ليو اللي السما اللي بتمتلكها بتديلها كمية ضخمة جدا من المانا، فهي عن طريق السيف اللي جين اداهولها قدرت تقطع الوحوش بسهولة. وطبعا فرحت جدا بالسلاح ده. بالعودة للحظة الحالية يون عرفت يو إن جين كان بيمتطي دراجة نارية، ويو قالت لها إنها شافته لكنها مش عارفة راح فين بالظبط. أما يون فقالت لها إنها عايزة تعرف إزاي حصل على الدراجة النارية دي أصلا. ووقتها سمعوا كيم سو بيقول لهم إن الأميرة رشيل مختفية، ويون قالت له إنها فعلا ما شافتهاش من وقت ما كانوا جوه. ويو خافت لحسن تكون اتعرضت للاختطاف، وافترضت لو إنها فعلا اتعرضت للاختطاف فهم ممكن يستعملوها كرهينة عشان يرغموا الحكومة البريطانية تسلم لهم جائزة كلانسي بسهولة. ولكن في اللحظة دي شافوا الأميرة رشيل ممتطية
الدراجة، وتحت الخوذة عينيها نزلت شوية دموع. اما يون شافت الدراجة اللي راكباها عرفت على طول هي ويو انها نفس الدراجة اللي جين كان راكبها، لكن دلوقتي راشيل هي اللي رجعت بيها، فاستنتجوا على طول ان جين عزم شياطين البشر وانقذ راشيل. ما تقولوليش ان جين عمل كل ده لوحده. بعدها في وقت تاني يون بتكون واقفة قصاد فندق، وجين بيوصل لها وبيسألها عن بقية زملائهم من الطلاب، فقالت له ان هم راحوا بالفعل المطعم وان هو اتأخر ودلوقتي يلا بينا وانا اللي هدفع. ما كانش مصدق ان هي اللي عرضت عليه لدرجة انه حس بالغرابة، وفجأة هي وقفت لقاها نظرت ليه بكل جدية، وبعدها قالت ألا تظن أن بوسعنا أن نكون أصدقاء؟ وبكده بكل شجاعة عرضت عليه إنه يبقى صديقها. ده حدث مهم جدا ليها لأنها ما امتلكتش أي صديق قبل كده. وقتها جين سكت شوية واتفاجئت اما سمعته قال لها لا أنا لا أظن هذا يا يون. حكمت على قبضتها من شدة الغضب والتفتت الناحية التانية قايلة إنها ما كانتش جد على كل حال. طبعا حست بالإحراج وقالت له يعتبر إنها ما قالتش حاجة، وجين فعلا ما كانش عايز ده يحصل بأي شكل من الأشكال، وده لأنه في الأخير بينتمي للعالم الحقيقي وشايف إنه مش هيقعد في الرواية للأبد، غير إن أخوها اللي في غيبوبة حاليا شخص تعرض لطاقة شيطانية فهيتحتم عليه يقتل أغلى ما تمتلك يون. عشان كده رفض بكل صرامة لقد عدت يا إيفنجل، وهي بمجرد ما سمعت صوته جريت عليه على طول بأذرع مفتوحة وفضلت تتنطط من الفرحة. أما عرفها إنه جاب لها الدجاج اللي بتشتهيه واتنهد قايل إن الأبوة صعبة وإنه أخيرا هينعم بالهدوء شوية، وقعد قدام الحاسوبة بيفكر إن الأكل اللي جابه لها هيخليها تنشغل لبعض الوقت، وبما إن اتبقي 3 أيام للأجازة فأنا هتفقد الأمور التي لا زالت عالقة، وأول حاجة هعملها هو ربط الساعات الرقمية بالحاسوب. وجين عايز يربط الساعة بالحاسوب لأن مرات كتيرة كان بيكون في الخارج وكان بيحتاج يفتح الحاسوب لكنه ما كانش بيعرف بسبب الظروف، والحاجة اللي خليته يأجل عملية الربط هو لأنه ما كانش بيمتلك نقاط قصة تكفي كل ما قد يرغب فيه. بعدها من النافذة اللي ظهرت له عرف إن الحظ المطلق يعمل لتجنب الموت القريب، وإنه هرب من الموت 3 مرات من أصل 9، وده أدى لتراكم الحظ، وإنه حصل برضه على 193 نقطة قصة. وبعدها ظهرت له رسالة بإنه مزامنة الحاسوب المحمول مع الساعة الرقمية هتكلف 190 نقطة قصة، وجين وافق على طول من غير تردد وفكر إن كل حاجة دلوقتي هتبقى مريحة بالنسبة له. لكن اتبقت حاجة أخيرة. اتواصل وقتها مع الوكيل بايك وسأله لو إنه حصل على الحاجة اللي طلبها. أنت تقصد الدراجة مش كده؟ وأما جين قال له نعم، بايك عرفه إنه حاول يدور على واحدة مناسبة وقال له إن لقى واحدة مكلفة فعلا لدرجة إن ثمنها 150 مليون وون. وجين سأله لو إن الرقم ده بيشمل كل الوظائف الإضافية، وبايك اتفاجئ من رغبته فعلا بشرائها. طبعا يا بايك أنا جاد جدا. في الأخير بايك قال له إنه فهم وعرفه إنه هيطلب ده من الشركة. جين بيقول لنا إن وقت ما كان في الملهى حصل على 2 مليار بكل سهولة، وبيعرفنا بعدها إن في يوم مهم قرب، اليوم اللي هتتغلب فيه نقابة أسياد الفرس على عيش الشيطان سوون. بعدها ما قدرش يمسك نفسه من شدة الفرحة أما لا أسعار الأسهم المستثمر فيها هيرتفع بشكل جنوني قريب. مرت ال3 أيام وبكده انتهت العطلة الصيفية اللي استمرت لمدة شهر. رجع المكعب وملاحظ إن كل الأجواء المحيطة جيدة، وبعدها قال يبص بصة على صفحات التواصل الخاصة بالشخصيات الرئيسية وإنه ما عملش ده من مدة طويلة، واتفاجئ جدا لما شاف شن بيتابعها من إمتى وهو نشط على مواقع التواصل. وبعدها ما بص على حساب راشيل مرضاش يدقق كتير لأن المحكمة الملكية الإنجليزية هي اللي بتديره. أما بالنسبة ليون فما نشرتش أي حاجة من وقت حادثة الملهى، فعرف إنها اتأثرت من آخر مرة تقابله، وقعد وهو بيفكر إنها تتجاوز الأمر قريب. وأنا فقط يسرني رؤية الجميع مرتاح البال وحسب. المدرب يحاز على انتباههم كلهم وعرفهم إن هيكون في تغيرات كبيرة، الرتب هتتغير وطلاب جديد هينضموا. ومتهيألي بعضكم شاف مراسم التنقل بالأمس. مراسم التنقل هو حدث بيحصل وقت انتقال الطلاب للمكعب من عشرات الأكاديميات السحرية في كوريا، وبكده بيتنقلوا الطلاب أصحاب المواهب للمكعب ليصبحوا أبطالا. وبما إن هينضم 20 طالب لكل فصل فكده العدد المحتمل هيكون 200 طالب، وأنا ما ميزتش إلا وجه واحد بس منهم كلهم. وفي اللحظة دي بعض الطلاب الجدد دخلوا، واما جين بص على واحدة منهم حس إنه عارفها، دي الساحرة اللي شفتها سابقا، وقال إن اسمها تومر. واما نزعت الغطا من على راسها اتأكد فعلا إن هي. وقتها فتح الحاسوب اللي بقى على الساعة الرقمية بتاعته وهو بيفكر إن لون شعر تومر مختلف، لكنه متأكد إن دي هي ملامحها. وظهرت له نافذة عن تومر بتقول رغم إنها بتلعب دور مهم في القصة إلا إن ظهورها دلوقتي هيكون مفاجئ جدا، وإن من الأفضل صنع رابط بينها وبين الشخصيات الرئيسية. والخبر ده ما كانش مطمن جين أبدا لأن ده معناه تغيرات كبيرة جدا في القصة اللي كاتبها بنفسه. بعدها في سكن جديد تماما مختلف عن اللي جين كان عايش فيه، وبنشوفه بينقل المقتنيات للسكن الجديد. ايفنجل وقتها سألته لو إنهم هيعيشوا هنا دلوقتي وعينيها لمعت اما قال لها فعلا، وسألها لو إن المكان عجبها لأنه أكبر، وطبعا الإجابة واضحة. الأمر وما فيها هو أنني انتقلت من سكني لأن رتبتي ارتفعت، فجودة السكن بتعتمد على مستوى الطلاب، وبما إني ارتفعت بمقدار 600 نقطة ده خلاني في المرتبة المتوسطة اليمنى. أنا راضي عن ده، وأكيد ايفنجل هي كمان حاسة بالراحة من وسع المكان. وحاليا أفكر في الإجراءات المضادة اللي هتخذها ضد تومر. ايفنجل أنا همشي وهرجع لك بعد انتهاء الفصل. وايفنجل ارتسمت على وجهها ابتسامة رضا فقد غمرها شعور بالسعادة والطمأنينة. وفي تجمع كل الطلاب المدرب هيوك بيعرفهم ان تدريباتهم هتبقى في الخارج، وان الغرض المرة دي من التدريب ده هو تعزيز الصداقة بين الطلاب الحاليين والمنقولين. وهنبدأ بتسلق الجبال. الجبال ما فيهاش وحوش خطيرة ولكن في فخاخ مروعة في كل جزء في المنطقة، فاحنا نسخنا كل الفخاخ اللي بيستعملها شياطين البشر، فخليكوا عارفين ان غلطة واحدة ممكن تدخلكم المستشفى، وعشان كده انتوا لازم تتحركوا في مجموعات مكونة من 12 فرد. وقتها كل طالب
الطالب قعد يتناقش في الفريق اللي هيشكله او هينضم ليه، وراشيل ما كانتش بتبذل مجهود كبير، وجين راقبها في صمت. وبعدها تقدموا لبدء تدريبات. فجأة هم ماشيين في الغابة لقوا الظلام حل عليهم، بالاضافة للاجواء الباردة، مع ان الساعة 10:30 الصبح. وكيم سو نبه الطلاب الجدد ان المعلم ما عرفهمش مكان الفخاخ. وفجأة واحد منهم داس على جذع شجرة، وفي ثواني لقى نفسه متشعلق من افرع تانية. وبعدها الافرع اتوجهت لبقية المجموعة، واتنين تانيين يترفعوا الا كيم سو ويون، لكنهم عرفوا يتعاملوا مع الموقف ونزلوهم. وبعدها كملوا جري لان ظهرت فخاخ تانية. جريوا لحد ما انهكوا تماما وماتوا على نفسهم من الرعب من الكائن الوحش اللي ظهر لهم. بس عارفه يا يون، انت كنت رائعه. قالت له ان هو كمان كان مذهل. وبعد ما سكتت شويه سالته نفس السؤال اللي سالته الجن: كيم سوهو، احنا اصدقاء مش كده؟ قال لها طبعا، بس ليه بتساليني؟ وهي بتوتر قالت له لا عليك. فكرت ان رد كيم سوهو هو الرد الطبيعي على السؤال ده، وقارنته برد جن، اما قال لها انهم مش اصدقاء. وبعدها جت على بالها فكره تانية: لو انا مش صديقه فممكن علاقتنا اكتر من مجرد اصدقاء. وفي اللحظه دي سمعت صوت جن جاي من وراها، بصت عشان تتاكد ولقيته هو فعلا وفي مجموعه معاه. المجموعتين انضموا على بعض، وواحد منهم هي ليجي من الرتبه ال20، اما سايمون ففي الرتبه ال41. وقالوا له ان جن فجاه طلب منهم مواصله الماضي بوجه محبط. في البدايه كنا بنقول انه طفل، لكنه هو الشخص اللي لقى المخرج. وبالتفكير في الامر اعتقد ان فتره تحدي الفرق اقتربت. وبعدها سال يون لو انهم حددوا الفرق. يون قالت له لسه، وكيم سو عرف ان هو كمان لسه محددش. وبعدها يون سمعت ليجي بتقول انها ممكن تطلب من جين الانضمام، وهي وسايمون اتفاجئوا. وبعدها ليجي كملت وقالت انهم لازم يختاروا اعضاء الفرق بناء على الرتب بكل الاحوال، وان جين يعد واحد من افضل الطلاب العسكريين، بالاضافه انه شخص ذكي جدا. يون اتوترت وارتبكت. في الاول قالت لها لا، وبعدها قالت لها انها مش عارفه ايه اللي المفروض تقوله، وعموما هو شخص بارد وانتقائي، عشان كده بعتقد ان ده مش ممكن. وقتها استغربت ان هي قالت الكلام ده. وسايمون قال انت عندك حق، ده انا حتى فاكر الشائعات عنه. فاتقالوا ان كتير بيغادر المكعب وبيذهب للنوادي الليليه، غير انه بيستقبل اموال من العصابات بشكل منتظم. كان لسه هيكمل كلامه، لكن يون هي اللي اتكلمت: هل انت شفت كل ده بعينيك؟ فقال لها ان دي شائعات سمعها وانه ما يعرفش اكتر من كده. فردت عليه وقالت: يبقى اغلق فمك، اتصدق محض ترهات كهذه؟ وكيم سو عرفه ان يوم محقه، احنا ما ينفعش نتكلم على الناس طالما ما شفناهمش بنفسنا، وجين مش من النوعيه دي من الاشخاص. ودلوقتي خلينا نواصل التحرك. في مكان تاني في العتمه دي بنلاقي يوف تواصل مع مجموعه قالت ان الصوت اتغير بشكل مثالي، وفكرت ان ده هو الاجتماع الاول وان لازم ما يرتكبوش اي اخطاء. ودلوقتي خلونا نعرف معلومات عن نقابه الازهار المتساقطه، وباختصار هم مخبرون مستقلون تم اختيارهم من قبل يو. وبعد ما لبست القناع قالت لهم: يسرني ان التقي بكم. كان في قدامها 3 على الشاشه، والثلاثه قالوا لها ان ده شرف ليهم، ويو شافت انها بدايه جيده. بنعرف منها ان الاعضاء اتقسموا ل3 فرق، واعضاء الفرقه الاولى كانوا جواسيس بيجمعوا المعلومات واسمهم سيجاك. وبعدها قالت للثلاثه ان مهمه الفرقه الاولى هي معرفه خطط النقابات المنافسه، اما الفرقه الثانيه فهم مسؤولين عن تحديد الدهاليز والوحوش فوق الرتبه المتوسطه ومعروفين باسم الخطاف. واخيرا الفرقه الثالثه مجموعه بتعمل في الظلال، وهم مسؤولين عن الاهتمام بطلبات يو الخاصه زي الاختطاف والتعذيب والبحث، ودول معروفين بالظلال. واخر رساله يو وجهتها لمجموعه الظلال هي انها وصتهم يبحثوا بشكل معمق في خلفيات الاعضاء التاليين، ولكن يمنع تعريضهم للاذى او جعل امركم يكشف. وهنا جين بيعرفنا ان يو طلبت من مجموعه الظلال تبحث عن 4 اشخاص عشان عايزه تتحقق من امر واحد بس، وهو انا الطالب جين. وحاليا جين اللي عنده 17 سنه، المعلومات المعروفه عنه هو انه وجد في دار ايتام سيوجو، وتم اكتشافه في عمر ال9 اثناء تفتيش الدور. وبعد التحاقه بالاكاديميه العسكريه حاليا رتبته في المكعب بقت 334. واخر انجاز معروف حققه هو انه قدم معلومات تقدر بمئات الملايين لنقابه مضيق الجوهر. اليوم اللي بعد الصبح المشهد بياخدنا الجين وهو في السكن بتاعه، وما بص جنب السرير لقى افنجر راحه في سابع نومه، وما كانش عارف ازاي جت هنا. وقتها سمع صوت خربشه عند الباب، وما طلع عليها قطه ايفنجل. وجين بيعرفنا ان من عاده السحره صنع كائنات تشبه الاطياف، ولكن القطه دي لا هي وهم ولا هي طيف، بل هي كائن حقيقي تم انشاؤه بواسطه قدرات ايفنجل الخاصه. شايفها كائن لطيف وهتبقى عون كبير لاحقا. وبعدها نزل الكافيتيريا عشان يجلب بعض الطعام، لقى حد نده عليه. طلعت الطالبه يو وسالته عن المكان اللي رايح له في وقت بدري كده، فعرفها انه في طريقه للكافيتيريا. مشيت معاه وقالت له انها لقت ان تصنيفه عالي جدا في الفتره الاخيره، وهو قال: انت محقه، لكن بيتهيألي ان انا هفضل هنا. سالته لو انه فكر في مستقبله، فقال لها ان لسه بدري عشان يفكر في موضوع زي ده، وهي قالت: مره وقت طويل هيبقى صعب عليك تنضم للمكعب بما انك بطل متدرب من الصف الثالث، فايه رايك تحضر في نقابه مضيق الجوهر؟ وجين بيعرفنا ان نقابه مضيق الجوهر هي النقابه اللي يو هتبقى قائده فيها في المستقبل، وفي الحقيقه ده مستقبل وظيفي مضمون. اما انا فاميل اكثر الى الصيادين من مصدر الضوء. وقال لها ان بغض النظر هل هينفع يدخل او لا، فالنظام ده مجاني نوعا ما لطبيعه تكوينه، فهو مكان معروف بنظام المرتزقه. وفي اللحظه دي هي قالت: ساغير رايك، متاكده ان رايك هيتغير شويه لو حصلت على ما كنت تبحث عنه لوقت طويل. ويا ترى ايه الحاجه بقى اللي ببحث عنها؟ معقوله مش عارف. عموما كل حاجه هتبان قريب. جري اليوم ووصل للمكعب، واما جين كان باصص على كيم سوهو فكر ان حان الوقت ليستعد كيم سوهو لغايه الزنزانه. في الروايه الاصليه كيم سوهو كان بيتسلق جبل جومياك لوحده اثناء العطله الصيفيه، وبعد ما مشي ورا صدى الصوت وصل لزنزانه محدش
محدش اكتشفها قبل كده، وعايز اقول ان شبه مستحيل على اي حد يقتحم زنزانة لوحده الا لو كان قوي كفايه. لكن كيم سوهو الشخصيه الرئيسيه قدر يتغلب على الزعيم لوحده، ووقتها حصل على سلاح مهم، ومن المفترض ان السلاح ده يتم ايقاظه بقوه مسحوق البراعم. ولكن المره دي في مشكله، وهي اني انا حاليا الشخص اللي معاه مسحوق البراعم، وبكده عشان اضمن نمو كيم سوهو لازم اروح معاه للزنزانه، لانه على عكس ما خطط لم يعد هذا العالم رحيما به. وعارفين انا كمان هستفاد من ده. في حلول المساء واثناء ما جين في السكن بتاعه وايفنجي المريح على رجله قعد يفكر في اللي هيعمله مع تومر. عايز يفكر كويس قبل ما يبدا غاره الزنزانه. جين بيقول لنا ان تومر مش شخص سيء بشكل كامل، وان لو لحق يدور على والده فهو ممكن يضمه ليه، وده لان تومر بيسعى لحاجه واحده بس، وهي العثور على والده المفقود وقتله بيديه. والمشكله هي انني لا اعرف مكان والده حقا. جين حاول يستعمل كتاب الحقيقه لكنه برضه ما توصلش لحاجه، وفي الاخير حس بخيبه الامل. والحاجه الوحيده اللي عرفها من كتاب الحقيقه هي ان تومر غير اسمه لبنيامين وخضع لعمليه تجميل وبقى يعيش في عزله. وقتها جين فكر يتواصل مع المحقق جون، لكنه افتكر ان جون محقق ما بياخدش قضايا خارج وطنه، فعشان كده حتى لو جرب يتواصل معاه فهو مش هيلبي له طلبه لانه من بلد اخرى. لكن جين جه على باله شخص تاني، شخص كان على علاقه بتشون اللي هو صاحب الجسم الاساسي، والشخص ده متخرج من قسم امن الاستخبارات من اكاديميه العميله العسكريه. وجين على طول اتواصل معاه. سيوب انا هو جين. وسيوب قال له ان عدت مده طويله، وجين دخل في الموضوع على طول. ساله لو انه بيعمل في شركه معلومات، وقبل ما يجاوب عليه قال له انه عايزه يدور على شخص معين وهيديله مكافاه بمجرد ما يعمل ده. سيوب وقتها كان بيحاول يتكلم معاه بصوت واطي، وده لانه متعرض لضغط في العمل، وبصوت هامس عرف جين انه موافق. بالمناسبه يا سيوب، هل رئيسك في العمل بيضايقك؟ ساله ازاي عرف، وجين قال له انه عرف كل حاجه من صوته، وفهمه انه لو عايز يسيب الشركه فهو عارف نقابه ممكن يوصيها عليه، نقابه معلومات تدعى الازهار المتساقطه. وهنا انتهت المكالمه. في مشهد تاني خارج السكن بنلاقي كيم سوهو بيتدرب بالسيف، كان منغمس جدا في التدريب، وبعد ما انتهى من تنفيذ حركه وقف وسرح شويه. وقتها جين وصل له وساله لو انه بيتدرب في وقت متاخر من الليل. جين انت كمان هنا عشان تتدرب؟ وجين عرفه انه بس كان بيتمشى. ويا كيم سوهو لا يزال مبكرا على عوده الدراسه، ورغم ده انت بتبذل جهد كبير، واي حد هيشوفك كده هيقول انك عايز تنهي زنزانه لوحدك. ساله عن اللي بيتكلم عنه، واتفاجئ ما سمع جين بيقول انا اقصد جبل جيوماك، يعني انت لقيت مدخل الزنزانه الاسبوع الماضي مش كده، ودلوقتي عايز تنهي الزنزانه لوحدك. ساله ازاي عرف، وجين قال له انها الصدفه. انت عارف انا بخرج كتير الايام دي، ومن غير تفاخر انا املك عيونا رائعه جدا وطبعا مفيده خارج المكعب، عشان كده بس كل اللي بقترحه عليك هو ان اروح معاك في غاره الزنزانه اللي انت هتروحها، واذا كان لديك غصن فانا لا املك سوى عدد قليل من الاوراق. ما رايك بهذا يا كيم سوهو؟ كيم سوهو عرفه انه تخمينه صحيح، وانه فعلا اكتشف زنزانه اثناء تجوله في جبل جيوماك الاسبوع الماضي، ومن شكلها الصغير باين انها اتشكلت مؤخرا، وعشان كده فكرت اغزوها لوحدي. جين قال له حتى لو زنزانه ما كانتش خطيره فده مش هيغير من حقيقه ان غزوها لوحده هيكون خطر. وكيم سوهو وافقوا في اللي قاله، ولكن يا جين امر ذهابك معي يجب ان يناقش قبل كل شيء، انا لازم اتحقق منك الاول. يتحقق مني دي حاجه ما توقعتهاش. اما كيم سوهو فكمل وقال له ان اكيد مش هيمانع لو عمل له اختبار بسيط. وجين ما كانش مصدق ان كيم سوهو هو اللي بيقول الكلام ده، شايف ان حتى لو كيم سوهو واجهه بدراع واحد فبرضه الفوز هيكون من نصيبه. الفجوه بيننا لا يمكن تعويضها بسهوله، فلازم اتجنب الالتحام المباشر. حاول يخفي توتره وقال له انه عنده حق في اللي قاله، ولكن يا كيم سوهو التضاريس المفتوحه لا تناسب اسلوب قتال مطلق نار مثلي، وده طبعا هيأثر على ادائي ومتهيأليش ان ده عادل. رفع كيم سوهو سيفه قائلا ان ما قاله غير مهم، وعرفه ان هما مش هيختبروا اداء الاسلحه. انت لست بحاجه للفوز يا جن، وانا ساتوقف عن القتال من تلقاء نفسي عندما ارضى عنك. حسنا اذا كان الامر كذلك فلا اعتراض لدي. مش مصدق ان كيم سوهو عايز يختبره حتى لو ده معناه موته. وجين قعد يفكر بسرعه لان بمجرد ما السيف ده هيلمسه طلقاته مش هيكون ليها اي تاثير، وشايف ان لو خسر ضده في القتال فده هيسيب انطباع سيء جدا عند كيم سوهو. ووقتها جت على باله فكره. في نفس الوقت ده كيم سوهو طلب منه يعرفه وقت ما يبقى جاهز عشان يبدا على طول. وجين هو بيستعمل الساعه الرقميه المرتبطه بالحاسوب قال له انه مش محتاج وقت كتير، دعنا نبدا يا كيم سوهو. وكيم سوهو بكل تعابير جديه اندفع بسرعه جدا ناحيه جين، وصاحبنا استعمل مهاره رصاصه الوقت، تباطأ الزمن وبقى قادر على رؤيه مسار السيف، وبكده لحق يتفادى هجوم كيم سوهو بسهوله. ومع ان جين كان بيرجع للخلف الا ان كيم سوهو اندفع ناحيته مره تانية بسرعه، والهجوم الاخير ده سبب له جرح في دراعه. جين ما كانش عايز يستمر في الهجوم عليه بشكل متواصل فوجه طلقه لكيم سوهو، وكيم سوهو ملاحظ طلقاته بدا يتحرك بسرعه اكبر. جين وقتها ادرك ان استعمال رصاصات الوقت غير كافي، وكل ما النزال طول كل ما المعركه بقت اصعب، وشاف انه بس محتاج خطوه واحده. وقتها بص على الرداء الموجود على الارض، وكيم سوهو اختفى من مكانه وبقى وراه في نفس التوقيت. وجين ما توقعش انه هيلف حواليه بالسرعه دي، وعشان يتجنب هجومه استعمل طاقه الاسير خلاه يوصل للشجره واندفع بسرعه ناحيته متفادي هجوم كيم سوهو. اتفاجئ من مراوغته لهجومه وقال له انه عايز ينهي النزال حالا، وفي اقل من غمضه عين بقى على مسافه قريبه جدا منه. ومع انه كل ده في اجزاء من الثانيه الا ان جين حس ان ساعه كامله عدت، وفكر ان بس عايز كيم سوهو يقرب اكتر. في نفس اللحظه اللي لمس فيها الرداء اللي على الارض اتفاجئ بقوه دفعته للاعلى، لقى نفسه في الهواء بشكل غير متوقع.
متوقع ومش عارف يوازن نفسه، وجين شاف ان دي هي اللحظة المناسبة. بعد ما كيم سو وقع على الأرض اتفاجئ بجين مشاور مسدسه ناحيته وسأله لو انه راضي دلوقتي.